السلام عليكم. أنا وأنا وأنا كلمة يراد بها الكبر والغرور والتعجب والإعجاب بالنفس أو بالقبيلة أو بالمنصب أو الجاه أو النسب. أنا، هذه كلمة أنا أتت من أين؟ أول من قالها إبليس لعنه الله، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فميزان الأنساب وميزان العنصر أو القبيلة كان إبليسيا أو شيطانيا بدرجة أولى. فالواحد يا شباب لا يفتخر بنسبه ولا بعصبيته. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي الميزان. هذا أسود، هذا أحمر، أنا أبيض، أنا القبيلي، أنا السيد. قناديل وزنابيل مثل ما يكون في صنعاء عند أنصار الشيطان، لأنهم من الشياطين. يقسمون الناس إلى سادة عظماء وعبيد حقراء، ويقسمون الناس إلى سيد شريف وآخر وضيع. لا، وحتى هنا في عدن أنا أشاهد كثيرا وللأسف أنا وذاك من قبيلة كذا. العصبية المقيتة والحزبية والمناطقية، أنا شرقي، أنا شمالي، أنا جنوبي، أنا غربي، أنا من وسط البلاد. لا، هذه كلها نزغات من الشيطان. السلام عليكم.